انا احبش التلون في المنهج ابدا. اياك والتلون في دين الله، فان دين الله واحد. اولياء امورنا، ايوه انا اقرب ان حسني مبارك رئيسي، وبحترم المسؤولين وبحترم المسلمين جميعا، ولا اكفر احدا على الاطلاق. فندم انا موجود. قلت له كده في الخطبه: تكبرت وتجبرت واضعت امه ولا تستحق الا الاعدام. كلام قوي جدا يا فضيله الشيخ. هو انا هقول لك يعني كلام قوي جدا. هو يعني كلام قوي جدا يا فضيله الشيخ. هو انا هقول لك يعني كلام قوي جدا. هو يعني ما كنا نعلم كثيرا عما ارتكبه وكنا نقول بأن الرجل ليس بكافر، هو ظالم فاسق مجرم لكن ليس بكافر. ويعني أحبابنا من أهل العلم قالوا كافر، معهم أدلة ومعنا أدلة. ويعني أحبابنا من أهل العلم قالوا كافر، معهم أدلة ومعنا أدلة. لكن ما كنا نعلم حجم هذا الأمر. فمبارك ضيع أمة بأسرها، دمر العراق وكان من أول المدمرين لأرض العراق. هذه واحدة. النقطة الثانية: دمر فلسطين. ولذلك أنا أقول إن الإعدام هو أقل حكم في هذا المتكبر المتجبر الطاغي الباغي. كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة. شيخنا مبارك، زعم البعض أنكم كنتم تكفرون الحكام قديما، فما قول فضيلتكم؟ طيب دي حتة نقطة. أنا لا أنكر أني كنت أهاجم، شتان ما بين أني كنت أهاجم، يعني من باب النصيحة كانت شديدة عندي، أنا في سني صغير كانت شديدة جدا، ولكن يشهد الله ما كفرت واحدا أبدا باسمه أو برسمه إنه فلان كافر أو كذا، لكني لا أنكر أبدا أن نصيحتي كانت شديدة جدا، وأني كنت أهاجم الباطل الذي عند هؤلاء، لا إلى حين أن أئمتنا من أئمة المنهج يعني نصحونا بأن هذا ليس من الحكمة، وأن هذا كيت وأن كيت، وتم يعني معالجة مسائل كذا مع علمائنا وليس مع أحد على الإطلاق. يعني ثانيا أنا بقول لكم حاجة، أنا ما أقول لكم دلوقتي عدم الخروج على الحكام لأن المفاسد وكيت وكيت، ومش كده بس، نقول أئمتنا بالإجماع. إذا هذه رسالة إلى ولاة التكفير. دي هي والجميع، ولذلك أقول لهم يا جماعة افهموا الفقه، افهموا فقه التعامل مع الحقب عشان نسلم جميعا بإذن الله جل وعلا. ربما يقول قائل هذا الكلام الآن أبدا، من 20 سنة كانت لنا خطبة في مجمع الإيمان بالمنصورة تحت عنوان مقارنة بين فرعون القرآني وفرعون إذن هذا الجهاز مربوط بالرأس الفاسدة، ورأس الفاسدة مربوطة بالجهاز، والمنظومة بأثرها للحفاظ على الراجل وعلى الزوجة والولدين وشوية اللصوص المجرمين الذين لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذم بحق، كان طاغوتا يعني. فضيلة الشيخ علي، قضية تكفير الحكام نعم قضية خطيرة جدا، أرجو يعني أنك يعني تفيد المشاهدين والمشاهدات. قضية التكفير دندن حولها كثيرا شيخ الإسلام. التكفير أنا عايز أبين نعم المشاهدات. تكفير ينقسم بالأقسام في عصرنا هذا. نعم. بالنسبة للبلاد الخليجية ترى أنهم يكفرون الحاكم دون المحكوم. نعم. هذه ظاهرة عجيبة. نعم. هنا عندنا في مصر ظاهرة التكفير، تكفير الحاكم والمحكوم والجميع ما لم يكن سن على منهجهم. يقول أهل العلم، أنا بتكلم عن تكفير الحكام فقط. نعم. للأسف كان الأمن كله في المرحلة الماضية أمن الفرد واحد ولمنظومته الفاسدة. نعم. يعني مثلا هذا رجل كان يعني منافق نفاق أكبر، هذا رجل كان يعني يكفرون السلاطين، يكفرون أولياء الأمور أخذا بظاهر النص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثالثة الخروج على أولياء الأمور بما أنهم كفروهم كفرا أكبرا بواحا فيه عندنا من الله برهان، إذن يترتب على ذلك قولهم الخروج على أولياء الأمور لأنهم كفرة، بمعنى أنهم يرون الخروج على حاكم مصر وعلى حاكم المملكة العربية السعودية والأردني وكذا إلى آخر هذه لأنهم يرون. أفندم أنا موجود. لأني ما حكمناش حد على مدار التاريخ أبدا أفسد من هذا الرجل، وإحنا إيه سلمية بحثة. لكن أحثكم جميعا على عدم المشاركة بسلاح أو قتال أو ما شابه، والزموا الدين وعدوا عليه كما قال الشيخ، فإن لسنا بأهل خروج
وربنا يسلط. فإن فرعون وأتباعه كانوا أشرف بكثير من هذا ومن أتباعه في كل مكان في أرض مصر. الخوارج هم الذين دائما يهيجوا الفتن ويأمروا بالخروج على السلاطين، خلي بالك، ولا يميزون بين مصلحة ولا مفسدة، ويدعون الناس. وانا مثلا واحد من الناس ممكن اكون بحب الرئيس محمد حسني مبارك، فهل ده جرم اللي انا بحبه؟ حاضر اوضحها. ان الرجل ظهر فساده في كافة الانحاء وفي كافة الاتجاهات. نحن كنا مثلك تماما والله، كنا نظن به بعض الخير، ولكن ما كنا نعلم ابدا. ولذلك حينما قابلت مجموعة منهم منذ يعني ما يقرب من 20 يوم في خطبة الجمعة، وأتوني بأدلة واهية في وريقات تافهة، وحزنت جدا لأني أرى أبدانا كبيرة لكن العقول صغيرة للغاية في هذا المضمار، ويرون إيقاع الكفر ليس مجاملة لولي أمر أو لسلطان على الإطلاق أبدا، فإن هذا دين، فإن هذا دين. حينما قرأت أدلتهم وقرأت الشبهات الذين آتوا بها من عند أنفسهم ومن عند غيرهم، رأيتها كبيت العنكبوت. ويعني أحبابنا من أهل العلم قالوا كافر، معهم أدلة ومعنا أدلة. ويعني أحبابنا من أهل العلم قالوا كافر، معهم أدلة ومعنا أدلة، لكن ما كنا نعلم حجم هذا الأمر. فاقتلوهم. مش أي حد، مش أحد الناس، واحد يقابل واحد من دول خلاص يقتل، أو واحد يأخذ بالظنة، أو واحد مجرد يكره الآخر يقول هو كذلك ويقتل. لا، هذا الأمر يعاد إلى ولي الأمر وليس لآحاد المسلمين. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. طب أنا أتمنى الرئيس محمد حسني مبارك يبعث لي، وعلى استعداد أجلس مع إخواننا كيف، لأنني لما بخرج من الإخوة ورحت دولة خليجية قعدت برضه مع المعتقلين. الرجل مليء بالإجرام. ثانيا عندنا نحن الإسلاميين لما جئتنا وثائق في تعذيب ناس وفي قتل ناس بالآلاف، هو لسه مستلمها ضيعة. اصبر شوية، اصبر. ولذلك أنا عايز تسمعوا كلامي لله، لأني مش مستفيد أي شيء على الإطلاق، لا لي علاقة بالمجلس الأعلى العسكري، ولا لي علاقة بحكومة، ولا بقول بتصل بوزير، ولا لي علاقة بدول على الإطلاق. يجي يقول لك إيه جمعة استرداد، احنا اللي كل جمعة دي طالعين لنا فيها، ما قلنا وقعتوا الحكم خلاص الحمد لله وزال الظلم والطغيان. فتيجي تقول لي جمعة استرداد الثورة، ولاقي العيال يقول لك ايه احنا على استعداد نقدم شهداء زي ما قدمنا قبل كده. حبيبي تقدم ايه؟ شهداء. انا عايز عالم في مصر، بس اسمه عالم مش متخلف، عالم يقول لي لو حصلت مجزرة الجمعة الجاية مع الجيش اللي يقع فيها شهيد. بالعكس، مجرم ساعي في الفساد. بقول اهو فاسد مجرم خارج على النظام بالكلية، مش منتحر بس،